السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهارده كده بقى هنعمل بقى حلويات العيد. نعمل النهارده كده كحك كده جميل محشي بالملبن والعجوة. شوفوا دايب دوب اهو جميل قوي. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول ونشوف بقى مكوناتنا ايه. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزه اللايك الجميل، ولسه ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل عشان يوصلكم كل يوم اشعار جديد بالفيديو اللي انا هنزله جديد. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونروح نشوف مكوناتنا. اول حاجه كده هنبدا بيها هنعمل كده الحشوه. هنعمل الملبن والعجوه. معانا هنا كده نص كيلو ملبن و700 جرام عجوه. وبعد كده بقى هنحط على الملبن معلقتين سمسم كبار ومعلقه سمنه بلدي كبيره، وعلى على العجوه معلقه سمنه كبيره، وهنحط بردك رشه قرفه كده. هنمسكهم بقى نعجنهم كده لحد ما يلينوا معانا اهو. احنا هنعمل كده مقادير 2 كيلو دقيق. زي ما انتم شايفين كده هنعجن الملبن. كمان خلصنا الملبن اهو. هنحط رشه القرفه اهو، دي اختياري يعني مش اجباري، بس بتديها نكهه جميله قوي. نعجن كده العجوه. هعجنهم بقى وهرجع لكم تاني. لو هي ما عملتش ساحت معاكم ممكن تعملوها على حمام ميه دافيه. اهو ده الملبن. هنمسكه بقى نكوره كده قد البلية كده صغنونة كده زي ما انتم شايفين اهو. عايزاكم بقى تخليكم معايا لاخر الفيديو علشان تشوفوا جمال الكحك، كل المقادير من اولها لاخرها وتسويته عامل ازاي والحشوه وكل حاجه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. زي ما انتم شايفين اهو كده يعني نكورها كده كور صغنونه. لو حسيت ان هو بيلزق ممكن تدهني ايدك سمنه او بس هو كده يعني يبقى مقاديره مظبوطه. نعمل كمان العجوه كمان. وانا النهارده جايه لكم بالفيديو الحشوتين مع بعض ملبن وعجوه. زي ما انتم شايفين اهو نفس الكور صغنونه اهو. نروح بقى اعمل الكميه ديت وهنرجع لكم بقى تاني نشوف بقى باقي المكونات بتاعتنا ايه وهنعمل ايه. ما شاء الله هنا عملنا كميه العجوه وكميه الملبن اهو. شوفوا ما شاء الله عليها اهو. دي اول حاجه بدأنا بيها. هنروح بقى نركنهم في جنب كده ونشوف بقى باقي مكوناتنا ايه. معانا هنا بقى في ال2 كيلو دقيق. انا هنا حطيت كيلو 200 جرام سمنه مخلوطه على بعضها بلدي على زبده على كده. معانا هنا هنروح بقى نحطهم على النار يتقدحوا حلو على ما ندخل الدقيق. معانا هنا كده الدقيق كده بتاع كحك بسكوت ماركة دوبيلا جميلة جدا. هناخد بقى العجان كده ومعانا منخل. لازم ننخل الدقيق. هو بيجي نضيفه كل حاجة بس لازم ننخله حلال ربنا يعني. نفضي بقى من الكيسة كده وننخله زي ما انتوا شايفين اهو. هنا بقى هنخله هرجع لكم بقى تاني. هنا نخلنا الدقيق اهو. نشوف بقى مكوناتنا ايه.
هنا 2 كيلو دقيق. هنحط كده معلقة كبيرة من بهارات الكحك، بتيجي من عند العطار مطحونة كده. معانا هنا كده نص معلقة ملح عشان تظبط الطعم وكده. معانا هنا بقى كوباية سمسم كده مطحونة، متحمصة على البوتاجاز. حبيت احمصها في البيت لان بيبقى بتدي نكهة حلوة قوي وبتدي ريحة جميلة قوي كده يعني. هنقلب بقى كل ده مع بعضه كده. دي المواد الجافة اهي. وطبعا احنا حاطين السمنة تتقدح على البوتاجاز عشان لازم تتقدح خالص خالص. هنركن بقى الحاجات دي كده ونروح نشوف نعمل الخميرة. معانا هنا بقى طبق كده او طبسية او بولة اي حاجة. معانا هنا كوباية مية بس تكون دافية. الكوباية دي 175 جرام. هنحط كده 15 جرام خميرة لل2 كيلو. هنحط كده 5 معالق سكر. وندوب بقى كله مع بعضه كده بالمضرب عشان يعني نشوف الخميرة نشطة ولا لأ. زي ما انتوا شايفين اهو. لازم تعمل رغاوي كده تبقى كده كده نشطة معانا. يلا بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو حطوا اللايك الجميل ودعوة حلوة كده ولكم بالمثل. شوفوا رغيت اهيت فكده ايه كويسة معانا. هنركنها بقى على جنب. نروح بقى نجيب السمنة بعد ما اتقدحت برضك هوريها لكم. شوفوا اهي بتغلي خالص اهي. برضك نختبرها كده بشوية دقيق صغننين كده اهي. ناخدها بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجرنا من النار يا رب. نحطها كده نجيب بولة الدقيق. هنعمل كده بقى حفرة في النص كده. وننزل بقى بالسمنة وهي بتغلي برضك زي ما هي كده. لازم السمنة تكون معاكي سخنة او قادحة قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنصبها بقى كده. رب احفظنا يا رب. شوفوا بتغلي ازاي. لازم تكون بتفور معاكي كده وتعمل في الدقيق كده عشان تبقى كده تعمل دي معاكي مظبوط ويبقى كحكك ناجح. هنقلبها بقى بالراحة علشان الدقيق يشرب من السمنة كلها. طبعا لازم تعملي في بولة او عجان ستانلس او بايركس بيستحمل حرارة يكون حراري. عشان ايه السخونية دي ممكن ما ينفعش في بلاستيك علشان ما تفاعلش يعني السخونية مع الدقيق وكده. هنقلب بقى بالراحة خالص كده زي ما انتوا شايفينها لحد ما تشرب بقى السمنة كده. ونروح بقى نجيب صينية كده او اي حاجة واسعة نبرد عليها العجين ده. ما نلمسوش بايدينا خالص عشان سخن خالص. ربنا يحفظنا يا رب. نجيب بقى صينية ونفضل العجين ده كده عليها لحد ما يبرد خالص علشان ايدنا لحد ما ايدنا تستحمله كده علشان بس ما يبقاش سخن على ايدينا قوي. هنسيبه بقى يبرد شوية كده 10 دقايق 8 دقايق كده لحد ما ايدينا تستحمله ونرجع بقى تاني. شوفوا اهو يعني برد وايديا استحملته. هناخده بقى نبسه كده
بايدينا. لازم نبسه جامد جامد جامد، يعني 10 دقايق ربع ساعة افضلي بس فيه كده رايحة جاية كده، علشان ايه؟ كل حباية دقيق تتشرب من السمنة وتبقى جميلة كده وحكاية ناجحة معاكي. هروح بقى بصوا هرجع لكم بقى تاني. هنا بعد ما بسيته خالص رجعته للعجان تاني عشان نشوف بقى باقي مكوناتنا. نعمل بردك حفرة كده في النص، ناخد بقى الخميرة اللي احنا كنا عاملاها يعني في الاول كده، هيشوفوا ما شاء الله حتى لو فيها حبات سكر كده لسه هتدوب بردك مع العجين عادي. هنضيفها بقى على العجين كده. وطبعا الكحك مش بيتعجن، هو بتشربيه السوائل كده بس مش بيتعجن. نعمل بايدينا كده بالراحة نشربه بس السوائل وتحس ان هو دايب خالص كده، ما تخافيش على ما يشرب لان ده سمنة، على ما يشرب بقى ايه السوائل كده. كده بعد ما يشرب كده الخميرة هيكون معانا بقى لبن فاتر، مش سخن اوي ولا بارد اوي. لازم الحاجة تكون دافية كده يعني فترة كده، علشان اما تحطيها في العجينة ما تشدش العجينة، تكون كده كويسة في ايدك. هنجيب بقى اول كوباية لبن 200 جرام، هننزل بقى كده بالراحة كده اهي. وبرضك نشربها برضك الدقيق كده، ما ننزلش مرة واحدة لاني مش كل دقيق بيشرب سوائل زي التاني. برضك نشربها كده. دي تاني كوباية اهي، احنا نزلنا بأول كوباية 200 جرام، دي تاني كوباية. واخد مننا سوائل 175 جرام مية و450 جرام لبن، يعني كوبايتين ونص لبن. وبرضك ما تنزليش بيهم مرة واحدة، شوية بشوية علشان مش كل دقيق بياخد سوائل زي التاني. نختبر برضك العجينة. هنا خدت كوبايتين لبن اهو، هنزل برضك بنص كوباية كمان. هو الكوباية 200 ملي جرام، يعني كوبايتين ونص 500 جرام.
هنا نختبر بقى العجينة، ناخدها. هي طبعا العجينة لسه سخنة، نسيبها تهدى خالص اهي. شوفوا ما شقتش ما شاء الله وجميلة اهي. هناخدها بقى كده، نغطيها بكيس نايلون كده ونسيبها تخمر بقى شوية لحد ما تشد، يعني ترتفع معانا كده شوية وتخمر. بعد كده هنرجع لكم بقى تاني. شوفوا ما شاء الله هنا العجينة خمرت اهي. ناخدها بقى كده اهي، نبططها ونحشيها. نقفل بقى عليها بالراحة كده علشان الملبن مش بيبقى ولا يبان من العجينة ولا يبقى في جنب واحد اهي. ونلفها خالص كده. هعمل شوية ونرجع نشوف النقشة هتبقى عاملة ازاي. بس عايزاكم بقى تصلوا على النبي كتير وتستغفروا كتير. طول ما احنا شغالين كده نستغفر ونوحد ربنا وندعي لنفسنا في الايام الجميلة دي. ناخد بقى العجوة كده، نفتح كده نبططها كده شوية ونقفل بقى عليها بالراحة خالص كده عشان تبقى مفرودة في قلب الكحكاية اهي. لازم تبططي العجوية كده. اقفل بقى بالراحة كده اهي. ناخد بقى ننقشها كده. انا ما كانش عندي بصامة، ناخد بقى ننقش. انا بحب اصلا زي ما مامتي عودتنا، ربنا يخليها لي يا رب ويبارك فيها، زي ما عودتنا ان احنا ننقش كده بالمنقاش الجميل ده. وطبعا عمايل البيت في الكحك في البيت كده بيبقى مليان خير ما شاء الله. ادي اول نقشة معانا اهي. لو انت حابة تعملي بالبسطامة اعملي بالبسطامة. ناخد كمان واحدة برضك ننقشها. في نقشات كتيرة برضك يعني هبقى اعمل معاكم كحك تاني واوريكم برضك نقشات كتيرة جدا بالبسطامة وبالمنقاش وكذا نقشة كده ووردة وكل حاجة. دي كمان نقشة تانية اهي. طبعا معانا هنا صاج مش مدهون اي حاجة. هنرص بقى كده ما شاء الله اهو. دي برضك كذا كمية نقش اهو. هروح اعمل الكمية وارجع لكم تاني. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب ويزيدني ويزيدكم الخير يا رب. شوفوا ما شاء الله ادي الكمية اهي. هنسيبها بقى ترتفع خالص. نروح بقى نسويها على درجة حرارة 175 ونهدي خالص من تحت. وبعد كده لو حبت لون احمر من فوق نديها من الشوايه كده شويه وبعد كده بقى نرجع تاني اهو. شوفوا ما شاء الله جميل ما شاء الله. يلا بقى عايزاكم تجربوه وعايزه اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، وكنتم معاهم ياسمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.